رمضان من جانا أبري الكرش بلانا أبري الدنيا سخانة أبري والناس عرقانا أبري رمضان. ما تعرف يا ابو نوفلي الزير ده ما يظبط يقعد ينقط الا في رمضان، وفي رمضان وقت الظهيرة قبل الآذان يا زول الجرسة والبلبلة تخلي الزول زهجان. أكعب حاجة يفوتك السحور. بيفوت السحور يصبح مسكين زي زول الكايس المساعة ده. نحن لسه موكرين في 10 في النص. قبل يومين مشيت الفرن جبت لي عيشتين وقطعتهم في لبن مقدار رطلين أو ترترت فوق سكر. يا زول كان بيسوي الحرقان لكن احسن من تصبح جيعان. أو يكون جوك ضيفان. يا ريت. هتاني في شنو؟ عندي قلبين، قلبا يقول لي النوم موت احسن يا اخوي تقدم كورتك. وقلبا يقول لك وخذ لك نويمة ليه ساعة السحور. ولكني ما سمعت راي قلب التاني. صحيح لقيت الشمي فوق. الشمس براها الفوق لقيت لي قطعة الكورة قايمة ليه فوق والرغيف ده منفوخ يرجف. اللهم اني صايم. الكورة دي كان قلت لها خلي بس ترقص. نعم ما قفلت الشبابيك وجوبك تهجوبك. صبر الله يا اخي كيف يا اخي. وديتها وين؟ الكدايس؟ جود الجيران جاري بالترتار. الشفع بكريه ذاك؟ الساعة يا زول اللي رفعت له الغطاء نطط عيونه الاثنين وقال كده نزل فوق الكورة نزلت مدسرة وخيطة يا نزفها في دقيقتين. شفت اللبن ده بالله من كضيباته ساله وعبر الكريشة وجرى في سويقاته. وانت بتراغب فيه وخبارك؟ استفزاني خلى حلقي كعكع واخرتها جد عليه الكورة وقال لي مشكور ان شاء الله كل يوم يفوتك السحور. ما تكون دعوة اصابتك يا زول بقى ينادي لي الصباح يقول لي في حاجة اقول له الحاجة تحيجك عن عيناته امشي كده امشي. الله يديمي عن زمان في رمضان لكن ما لقيت لك الحل. حلال. بتقرا بدون نظارة. الكتاب اللي في الجريدة شايفه والله زي النمل في العظم. سمح اقرا لك ولا اقول لك؟ انا اخوي مغر الشركة هناك انا همشي. معاكم شركة البكور لمنفات السحور. يعني انتم سحراتية؟ نحن شركة لديها تقنية إلكترونية لضبط المواعيد الرمضانية. ما شاء الله كده يا اخوانا نوروا للأخ منوفلي ده. الباشمهندس حسن بيشرح لكم. اوكي. انتوا بتعانوا من مشكلة السحور؟ والله مرات بنصحى ونسمع النباه الاولاني بس يجيك شياطين كده يقول لك وخذ لك نويمة الساعة البيولوجية بتاعتكم ما مظبوطة. زود والله كان نام النوبة ما بيسمعها تقول لي ساعة بيولوجية. ساعة بيولوجية دي فاهمين معناها شنو؟ هذا فهمنا الدكتور فهمنا. اوكي داخل جسم الانسان والعمل اللا ارادي للجسم في ساعة بيولوجية البلد يمكن تظبطها عبر الذاكرة. مثلا اذا مسافر برا بتذكرك موعد الطيارة. احنا ما بنسافر دايما قاعدين. او يكون في موعد مهم الساعة بتتكتك لك في احساسك الداخلي. والله هاي احنا موديلات قديمة زمن البيولوجية ده اخوي ما حاضرينه. اوكي سيبك من الساعة البيولوجية. عندنا رقاقة الكترونية. رقاقة إلكترونية ما وقعت له منوفلي ده ما وقعت له عيدوها له. رقاقة بحجم الشعرة يعني زي ذاكرة الموبايل مبرمجة بحيث انه ترسل رسائل SMS للهاتف بتاعك وبتذكرك بمواعيد السحور. يا اخي انا قلت لك الزول ده النوبة بتدوق في راسه ما بيصحى تقول ايه رسالة. طيب اسمعونا كويس. الرقاقة دي بترسل رسائل لنا نحن ولأحد أفراد العائلة. يعني كان وقت السحور وانا ما سحرت بتكونوا عارفين طبعا وهي هتتدخل عشان انت تتسحر. كيف؟ ده شغلنا نحن. يعني هسه الزول ده يملي رغتكم دي وينوم قفع. كل المعلومات بتجينا وبنحللها والمعلومات بتترسل لاسلكيا بمجرد ما تبلع الرقاقة وبتورينا الحاصل في الجسم وبنعرف مدى فائدة الجسم من الوجبات وبتنظم لك ضربات القلب. لا يعني هسه بمجرد ما نبلع الرقاقة دي يعني بيكون عندكم خبر عننا. نحن بننشطها إلكترونيا وممكن نثبت لك جهاز مكبر صوت في الجلد الخارجي البلد يتلقى الإشارة من الشريحة. ده كلام كبير. دي دراسة علمية بتوفر للبلد عملة صعبة وبتتوفر للمتسحر انه تاني ما يفوت السحور. كان كده ادونا 2 رقاق. انا في البكور هوي انا في البكور للفات السحور. ايوه يا استاذ تخش علينا وتقول لنا الرقاقة بصحيكم للسحور. ايوه في شنو؟
السحور جا ماشي فينا ساكت. كورتي 3 يوم بيرقد بيها ولد الجيران. لحظة، تعالوا نعمل مراجعة للملف بتاعكم في الكمبيوتر. الاسم منو؟ منوفلي بن الحاج بن الزين. منوفلي أيوة، ده الملف بتاعك. قال شنو الرغاغة؟ قال شنو دي؟ عاملة علامة استفهام كبيرة. كويس شمار. لشنو لكن؟ دقيقة عشان نعرف ليه. أيوة. وانا كمان. الاثنين خدتاكم في فولدر واحد. ماذا قال الكمبيوتر؟ إذا عشيتوا بشنو؟ عشاء عادي من غير زبادي. للطبخ في راسك ما يا اختي. اولا فطرتوا عادي مش؟ طبعا. ويلا من ساعة الفطور تاني ما وقفتوا. لحمة، كمونية، قراصة، تاني كمونية، بطيخ، سمك، قصب سكر. والله رمضان من جانا طوال الكرشة ملانا. دقيقة، ابري احمر، جكركدي، قهوة، فول، دي شنو تقلية. لكن الجبل ده شنو؟ دي ما اللقمة. ما لا يعني حاجة بطرؤية. بصراحة الرغاغة دي مصممة على معدة الإنسان، وإنتوا للأسف مركبين معدة حصان.